أحبائي في الله، أحبائي في الإنسانية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لحضراتكم أينما كنتم وحينما تواصلتم معنا. النهاردة حضرات لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامجكم شوية رياضة. الحلقة السابقة اتكلمنا عن عتاب لإدارة النادي الأهلي، الحقيقة من مشجع أهلاوي غير متعصب. ومش هعيد كلامي الحقيقة اللي كان ملخصه أن إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب أخطأت خطأ جسيم بالانسحاب من مباراة القمة، حيث حرمت الجماهير العاشقة لكرة القدم من المشاهدة والاستمتاع بأحد كلاسيكيات ودربيات العالم كله الحقيقة بين الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك. كما حرمت جماهير الأهلي الكبيرة من الاقتراب الكبير من درع البطولة الدوري هذا العام الحقيقة. ووضعت أول هزيمة للأهلي بهذا الدوري في جدول المسابقة من الزمالك، وبالثلاثة وبدون أدنى الحقيقة داعي. عموما دعونا من الحديث عن اللي حصل فيما يخص هذا الانسحاب، وأيا كانت النتائج من ضياع الدوري هذا العام بنسبة كبيرة جدا الحقيقة، علاوة على ما حدث من تعكير الجو والمزاج الكروي بشكل كبير. الحقيقة خلينا نقول إن ربنا يكفينا شر الغرور. ونقطة ومن أول السطر، أو أقول لكم نقلب الصفحة دي كلها وندخل على صفحتين مشرقتين جديدتين: بطولة أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية. سيلتقي النادي الأهلي المصري في بطولة أبطال أفريقيا مع الهلال السوداني في لقاءين متتاليين في بطولة زي ما قلت لحضراتكم أبطال أفريقيا. سيكون اللقاء الأول بالقاهرة الثلاث واحد أربعة، واللقاء الثاني هيكون في السودان بتاريخ 8/4. مباراة دور الثمانية خلينا نبص عليها بصة كده. في طبعا 8 فرق دور الثمانية. مولودية سان داونز هيلاعب الترجي التونسي، ومولودية الجزائر هيلاعب اورلاندو بايرتس، وطبعا الاهلي زي ما قلت لحضرتك هيلاعب الهلال السوداني، وبيراميدز هيلاعب الجيش الملكي المغربي. كل التمنيات الطيبة بالتوفيق لفريق وإدارة النادي الأهلي في خلق المناخ المناسب والتجهيز نفسيا وبدنيا وخططيا، مع التركيز على إحراز هذه البطولة الهامة. ننتقل بعد كده إلى صفحة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هتبدأ تقريبا بعد حوالي 3 أشهر من الآن، بالتحديد يوم السبت 14/6 القادم بإذن الله، حيث المباراة الافتتاحية بين الفريق الأمريكي صاحب الأرض فريق إنتر ميامي مع النادي الأهلي المصري في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة. تعالوا نبص بصة على كأس العالم للأندية سنة 2025. عدد الفرق هيبقى 32 فريق، متقسمين إلى 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، والأهلي موجود في المجموعة الأولى. إجمالي عدد المباريات بالبطولة 63 مباراة، 48 منها في دوري المجموعات، و15 مباراة إقصائية بعد المرحلة الثانية أو في المرحلة الثانية. هتقام المباريات على عدد 12 ملعب حديث بالولايات المتحدة الأمريكية. مدة المسابقة 63 يوم. المباراة الافتتاحية هتكون يوم 14/6 بين زي ما قلت لحضراتكم الفريق الأمريكي المضيف اللي هو انتر ميامي والنادي الأهلي المصري على ملعب ميتلاف بالقرب من نيويورك. هتكون المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى بورتو البرتغالي، الأهلي مصر، بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي. أما المجموعة الثانية
فهتبقى فيها أتلتيكو مدريد أسبانيا، باريس سان جيرمان فرنسا، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي. أما المجموعة الثالثة فهتبقى مكونة من بايرن ميونخ ألمانيا، أوكلاند سيتي نيوزيلاند، بنفيكا البرتغال، بوكا جونيورز الأرجنتيني. أما المجموعة الرابعة فهيكون فيها تشيلسي البريطاني، ترجي التونسي، فلامينجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي. المجموعة الخامسة انتر ميلان إيطالي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، مونتيري المكسيك، ريفر بليت الأرجنتيني. المجموعة السادسة ميلودي سان داونز جنوب أفريقيا، بروسيا دورتموند ألمانيا، أولسان هونداي كوريا الجنوبية، فلومينسي وده فريق برازيلي. المجموعة السابعة مانشستر سيتي بريطانيا، الوداد البيضاوي المغرب، العين الإمارات، يوفنتوس إيطاليا. آخر مجموعة اللي هي الثامنة ريال مدريد أسبانيا، الهلال السعودي السعودية، باتشوكا المكسيك، وريد بول سالزبورغ النمسا. عدد الدول اللي هي المشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام 20 دولة كالتالي: البرتغال فريقين، مصر فريق واحد، البرازيل 4، أمريكا 2، أسبانيا 2، فرنسا 1، ألمانيا 2، نيوزيلندا 1، المكسيك 3، تونس 1، بريطانيا 2، الأرجنتين 2، إيطاليا 2، اليابان 1، جنوب أفريقيا 1، النمسا 1، السعودية والإمارات والمغرب كل واحد منهم 1، كوريا الجنوبية 1. يبقى كده الأندية المشاركة من آسيا 4، أفريقيا 4، أمريكا الجنوبية 6، وبعد كده اللي هي أوروبا 12 فريق، والكونكاف وإيقونوسيا 6، المجموع بتاعهم 32 فريق. تعالوا يعني نشوف نبذة كده عن الفرق بتاعت مجموعة الأهلي اللي هي المجموعة الأولى، ودي طبعا المجموعة اللي تهمنا. أول فريق هنتكلم عن فريق انتر ميامي، وهو الفريق المضيف. الحقيقة تأسس الفريق سنة 2018، يعني كفريق محترف، يعني فريق حديث بقاله بتاع حوالي 7 سنين، والمدرب بتاعهم أرجنتيني اسمه غافير فاسكيرانو. الحقيقة المكان بتاع نفس النادي دوت مدينة اسمها فورت لودريل في ولاية فلوريدا بجوار نيويورك. الفريق حظى الحقيقة باهتمام دولي كبير بسبب أحد المشاركين في تأسيسه ديفيد بيكهام، وبرضو عندما وقع للفريق ليونيل ميسي سنة 23، والفريق فاز بأول لقب كبير ليه وهو كأس الدوريات 2023، وهي مسابقة خاصة بمنطقة أمريكا الشمالية. والحقيقة الفريق لم يشارك في كأس العالم للأندية من قبل، ودي أول مرة بالنسبة له. فريق بالميراس ده نادي كرة قدم برازيلي، الحقيقة تأسس سنة 1914، قديم يعني، في مدينة سان باولو
وهو أحد أهم الفرق في البرازيل، والحقيقة ومن أكثرها جماهيرية، وفاز بلقب الدوري 12 مرة في البرازيل. شارك في كأس العالم للأندية مرتين الحقيقة قبل كده، 2020 وحصل على المركز الرابع، و2021 وحصل على المركز الثاني، وبالتالي حصل على الميدالية الفضية. مدربه أبل فريرا البرتغالي. نيجي للفريق الثالث، بورتو البرتغالي، وهو نادي كرة قدم برتغالي تأسس سنة 1893، مقره في مدينة بورتو البرتغالية، وهو من أقوى الفرق البرتغالية مع نادي بنفيكا، وفاز بالدوري البرتغالي 30 مرة، وفاز بلقب كأس البرتغال 20 مرة. مدرب بورتو هو المدرب البرتغالي مارسيلو جاكو تسيا، وشارك مرة واحدة الحقيقة في بطولة كأس العالم للأندية. نيجي بقى للنادي الكبير بتاعنا، النادي الأهلي، وحضراتكم عارفينه جميعا. نادي مصري محترف، مقره القاهرة، وهو أحد 7 أندية في العالم لم تهبط للدرجة الأدنى، وتم إنشاؤه سنة 1907 زي ما احنا عارفين. حصل على 25 بطولة أفريقية قارية، وضعته الحقيقة في المركز الثاني عالميا بين أندية العالم. حصل على 25 بطولة أفريقية، وضعته في المركز الثاني بين أندية العالم، خلف ريال مدريد الأسباني. حصل على الدوري المصري 44 مرة، وكاس مصر 39 مرة، وكاس السوبر المصري 15 مرة. كذلك حصل على بطولة أفريقيا للأبطال 12 مرة، وكاس السوبر الأفريقي 8 مرات، والعديد من البطولات الأخرى. مدربه مارسيل كولر السويسري، شارك قبل كده 7 مرات في بطولة كأس العالم للأندية، وفاز 3 مرات بالمركز الثالث، يعني حصل فيها على الميدالية البرونزية. يا سادة، خلينا ننسى أحداث الانسحاب برمتها، وخلينا نركز على اللي جاي بدل ما نبكي على اللبن المسكوب. كل تمنياتي وتمنيات جمهور الأهلي العظيم، بل وجمهور مصر العظيم كله، تلك الجماهير التي ستتسامح وتقف إلى جوار ناديها، مشجعة ومحفزة لأبطال النادي الأهلي، الذين لا شك سيقدرون المسؤولية كعادتهم، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لرفع اسم مصر ورفع اسم النادي الأهلي عاليا كعادته دائما. كل تمنياتي الطيبة للنادي الأهلي العظيم وجمهوره الكبير، بأن يركز الجميع ذهنيا وفنيا وبدنيا على الأداء الذي يليق بكرة القدم المصرية من خلال فريقنا الكبير العظيم النادي الأهلي. كان معكم مهندس جمال رضوان، وكان هذا ما لدينا في هذه الحلقة، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاءات أخرى قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.